عاجل الفنانة السورية كندا علوش تعلن لأول مرة عن إصابتها بمرض السرطان. إليكم التفاصيل في هذا الفيديو. وفي التفاصيل فقد أعلنت كندا علوش لأول مرة عن إصابتها بسرطان الثدي، وكشفت عن معاناتها في رحلة العلاج التي استمرت عاما ونصف. إذا ظهرت نجمة سوريا في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقات خاصة عبر قناتها على يوتيوب، وشرحت تفاصيل تجربتها مع تساقط الشعر جراء العلاج الكيماوي وعن بداية ظهور الأعراض. قالت كندا علوش: شعرت بوجود مشكلة في أحد الثديين، وعند الفحص اكتشفت وجود أكثر من ورم خبيث، ولدي عقدة متشعبة من السرطان، مشيرة إلى أن جدها وخالها توفيا بالسرطان، لكنها تعاملت مع الخبر بروح هادئة وسكينة، بينما كان زوجها الممثل عمرو يوسف خائفا أكثر منها وفق قولها. وكشفت كندا إن والدتها قد أصيبت أيضا بسرطان الثدي في التوقيت نفسه، وإنهما يتلقيان العلاج معا إلى الآن. نسأل الله لهما الشفاء العاجل. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الخبر ونهاية هذا الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.